كشفت أسماء قبة رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد قبل قليل من يومه الأربعاء عن تعرض تلميذات بالمدرسة الابتدائية أنس بن مالك بمنطقة صهب الوردي بمدينة فاس للتحرش الجنسي من طرف معلمهم الذي شارف على التقاعد. ونشرت قبة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك مقطع فيديو يظهر شهادات صادمة لأمهات التلميذات المغتصبات اللائي بلغ عددهن 9 تلميذات يدرسن بالقسم الأول ابتدائي، أن المعلم قام بالتحرش ببناتهم من خلال لمس جهازهن التناسلي ودبرهن، متسببا لهن في إحمرار وإصابات بهذه المناطق. وأوضحت الأمهات في تصريحاتهن أنهن حصلن على شواهد طبية تؤكد تعرض بناتهن للاغتصاب والتحرش الجنسي داخل القسم، قبل أن يقدمن شكاية للنيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمدينة فاس ليتم اعتقاله قبل أن تقرر هذه النيابة إطلاق سراحه.